برباعية نظيفة، مصر تعمل ماتش تاريخي على السعودية بأربعة مع الرأفة. مصر كسرت كل مقاديف السعودية، خلتهم ما جوش الماتش. السعودية ما عملتش ولا هجمة، ما فيش شوطة خطيرة حتى على الشناوي الشوط التاني ولا شوبير الشوط الأولاني. مباراة قوية جدا، مباراة يعني منتخب مصر كان قلب منتخب اسبانيا، منتخب الارجنتين، كان عامل حاله كده محدش فاهمها. ده من غير صلاح. يعني في ناس هتقول لي طب صلاح لو موجود مش هيرجع. يعني انا مش عارف لو صلاح موجود كان منتخب مصر عمل ايه في السعوديه، مش عارف والله. منتخب السعوديه منتخب اللي انا شفته النهارده ده مش منتخب السعوديه، ده منتخب ضعيف جدا. منتخب يعني يخليك تطمع فيه، يخليك تجيب. على فكره احنا كان ممكن، يعني منتخب مصر كان ممكن يجيب الخامس والسادس والسابع بس في الشوط الاولاني. ده في كوره زيزو اداها المرموش انفراد، مرموش عمل حاجه غريبه كده محدش فاهمها. فلا يعني انا عايز اقول ان منتخب مصر لا ماتش جامد جدا. منتخب انا بتفرج وانا مستمتع، بتفرج وانا مش مصدق. انا كنت خايف هنطلع، قلت يا رب بس نخسر 2 كده من السعوديه، واسبانيا نخسر منها 4 وبارك الله فيما رزق يعني. واحنا امكانياتنا على قدنا بعد اللي شفته في افريقيا، دي اقصى حاجه ممكن نوصل لها. يعني نص النهائي نحصل في افريقيا، ده في حد ذاته انجاز بالنسبه لنا، انجاز وفقا للقماشه اللي عندنا وكواليتي اللعيبه اللي مش قد كده. فقلت يعني اهو يمشي الدنيا. حتى في ناس قالت لي هيثم حسن هيجي هيكسر الدنيا، مش هيكسر الدنيا بتاع. دي كلها حاجات مفهومه، بس في الاول والاخر هو لاعب محترف، لاعب بيلعب في الدوري الاسباني، بس بيلعب في اخر فرقه في الدوري الاسباني، فما حدش بيتفرج عليه قوي. بقيت اسمع اراء ناس تقول عليه جامد قوي، وناس تقول عليه ضعيف، وناس تقول عليه نص نص، ناس تقول عليه لاعب عادي جدا، ناس تقول مصطفى فتحي احسن منه. فالواحد مش عارف كان ممكن يعمل ايه. بس الصراحه زيزو النهارده كان متألق، كان شعلة نار عمال يجري. هيرفي نار عمل اول غلطه ان لاعب منتخب مصر على خط واحد دفاع مقدم، دفاع متقدم، دفاع متقدم، يعني اي كره ورا الدفاع شكرا باي باي. وانت معاك زيزو اسرع لاعب في الدوري المصري في السرعه، واحسن واحد اوفرات بيعرف يرفع الكوره. امام عاشور احسن واحد يعرف يوصل اللعيبه، ياخد الكوره من هنا ترك امام عاشور ترك زيزو يجري يلا نشوف هنعمل ايه بالكوره. لا يا جدعان ماتش جامد جدا. واللي اذهلني الواد اسلام عيسى، انا فوجئت لما اسلام عيسى نزل الاساسي. انا اول ما شفت التشكيله قلت في حاجه غلط. اسلام عيسى ده ماشي هو ما بينضمش اصلا منتخب مصر، فان مره واحده ينضم وانضم المنتخب مصر. هتقول لي كان موجود في كاس العرب، هتقول لي كان موجود في كاس العرب، بقول لك كاس العرب دي حاجه، منتخب مصر الاول حاجه تانية. يلعب اساسي ويسجل جون حلو قوي مره، هات الاولاني والجون وحطها في الزاويه بتاعتهم. بصراحه جون جامد جدا. منتخب مصر عمل ماتش كويس جدا. اتمنى ان ده ما يديناش غرور في ماتش اسبانيا، ويخلينا ان احنا عندنا دافع، ويخلينا ان احنا عندنا دافع ان احنا نلعب كويس قصاد اسبانيا. فانا يهمني تحت توقعاتك طبعا ماتش كويس جدا. طبعا انا عايز في بقى ماتش جاي صعب جدا مهم، ماتش اسبانيا في اسبانيا. ده بقى ماتش فعلا هيقيس مهاراتنا رايحه فين. يعني المنتخب السعودي الفتره الاخيره ومش احسن حاجه، متاهل بالعافيه من دور الملحق وحالته صعبه، تصعب على الواحد، وفيري نار بيعمل حاجات غريبه في الملعب. وشفت اراء وناس كتير بتتكلم المنتخب السعودي منتخب، حتى الجماهير ما راحتش، الجماهير نفسها ما راحتش، كلها كان جماهير مصريه، اغلب الجماهير كانت جماهير مصريه. فده بيدل ان في حاجه غلط في المنتخب السعودي، لازما ياخد بالهم منها قبل كاس العالم اللي هيتعمل بعد شهرين تقريبا. ف ماتش جامد، اداء كويس، العميد حسام حسن عمل كل حاجه. جايين بقى في الماتش التاني الصعب اليوم التلات بقى اللي الناس كلها مستنياه، هنعمل ايه قصاد اسبانيا في اسبانيا في برشلونه. هنشيل كام؟ هي دي النقطه. اكتبي تحت في الكومنت هل شايف هنشيل كام من اسبانيا؟ 3 4 5؟ اكتبي تحت في الكومنت، اشترك في القناه وفعل زر الجرس. سلام.